عسلامة يا جماعة. اليوم ان شاء الله باش نطيبوا بسباسية ولا مرقة بسباس. هي أكلة زمنية يحبوها، تجي بنينة يحبوها العباد الكل. أول حاجة باش نبداو نحطوا باللحم البقري، تجي ولا بالدجاج، من الأكثرية تجي باللحم البقري. نحطوا اللحم، قصينا كعبة بصل وزيت وتوا نحطوا شوية ملح، ما نكثروش الملح، شوية كركم، شويه فلفل اكحل وشويه تابل. نحط الفلفل الاكحل وشويه تابل، شطره مغرفه صغيره تابل. نخلط المكونات الكل نخليوهم باش يتقلاو، نزيدوهم مغرفه معبيه كبيره، معبيه طماطم، نخليو المكونات الكل تتقلى مع بعض. وتوا بعد ما تقليت المكونات الكل بالكدا، تقليت الطماطم، نزيدوها الماء، نمرقوها كي العاده باش يطيب اللحم. نصبوا الماء اللي يغطي اللحم كما العاده، نصبوا الماء ونخليوها تطيب 15 مينوت. نغطي عليها الكوكوت، سينا تخليها سله كيف نصيف ساعه للي يطيب اللحم. يا جماعه بعد ما تقليت المكونات الكل كما تراو صبينا لها الماء. اللحم يلزمو يبدا مغطي، ان معناتها يتغم هكا شويه بالماء، ما نغليوش، ما نصبوش برشا ماء. نخليوه يطيب بون دريش بالكوكوت، والا ربع ساعه على نار هاديه بالكوكوت، نغطيو عليه الدرج. وكما بلاش كوكوت يطيب في طنجره عاديه، يطيب ربع ساعه على نار هاديه، خاطر من بعد يلزمو يبدا ما يطيبش برشا اللحم باش نزيدو اللوبيا. وتوا يا جماعه بعد ما خلينا عليها الكوكوت، كما قلت لكم انا سكرت عليها الكوكوت مده درجين. اللحم تحسوا يطرى شويه، معناتها سلا انت واللحم تاعك. طاب باش نرميو شويه لوبيا، عندي لوبيا منفخه رميتها، نجم ترميها في ليتاب هذه، والا طيب اللوبيا منفخه وحدها، طيبها اللوبيا وحدها في الماء وترميها في الاخر. وباش نحط البسباس كما تراو يا جماعه، قصيناه هاو كيفاش نوريكم كيفاش قصيناه هاوكا، غسلناه وقصيناه. وتوا باش نرميوه مع اللوبيا ونخليوهم يطيبوا. كما تراو يا جماعه كي نحطوا البسباس ما نزيدوش الماء، نخليوها هكاكا، ما نزيدوهاش الماء، نغطيو عليها ونخليوها تطيب للي تطيب اللوبيا ويطيب البسباس. ما تخليوش يطيب برشا البسباس، نخليك معناتها جوست اللي تطيب اللوبيا ويطرى البسباس يولي طايب صافا. وتقر زيتها، ما نزيدوهاش الماء جمله على خاطر البسباس يسيب الماء نتاعو. وتوا كما تشوفوا يا جماعه البسباسيه نتاعنا طابت، البسباس طاب كما تراو فيه، ما يلزموش يطرى برشا. اللوبيا نتاعنا طابت، نزيدو نستناوها باش تقف شويه على زيتها. نرميو لها عرف كلافس، نرميو لها عرف كلافس في الاخر بالكل، نخليوه يغلي معاها شويه لطون اللي تزيد تقف على زيتها وتشرب مرقتها. وصفتنا لليوم يا جماعه حضرت. البسباسية كما تشوفوا فيها طابت، قرت زيتها هكا، عرف الكلافز او كما تراو فيها عطا قو وريحه ما نحكي لكمش، يزيدها بنه على بنه. ان شاء الله تجربوها وتعطيوني كومنتيراتكم وتعجبكم ان شاء الله يا ربي. وما تنساوش باش تابونيو وتشاركوا في القناه نتاعي باش يوصلكم وصفات جدد.